مر العصور البشر كانوا بيعتقدوا إن النوم مضيعة للوقت، وإنه الإنسان النايم ما بيعملش حاجة غير إن هو بيضيع وقته، وإن دي فترة من الكسل، لغاية ما بدأت تظهر الأبحاث عن النوم، واللي بينت فوائد النوم وليه أصلا البشر بيحتاجوا، أو الكائنات الحية المختلفة بتحتاج إن هي تنام. ومن سبيل الصدف يعني إن في بعض العلماء اكتشفوا اكتشافات عظيمة عن طريق النوم، زي فريدريك أوجست اللي اكتشف البنية الكيميائية للبنزين. كان مش عارف يعمل حلقة البنزين إزاي، وشاف الحلم الشهير وهو نايم إنه ثعبان بيعض ديله، فعمل التركيبة الكيميائية الحلقية للبنزين. وغيره العالم مندليف اللي قدر يرتب العناصر في الجدول الدوري عن طريق برضه حلم جاله وهو نايم. عبر التاريخ اختلف العلماء كتير عن ايه السبب الرئيسي للنوم، وظهرت خرافات عبر التاريخ. اهمها ان هم الناس كانوا بيقولوا والله ان النوم سببه المعده، ان الانسان لما بياكل بيتصاعد بخار ميه من المعده بتاعته، بيجي على الجهاز التنفسي، بيعمل له نوع من انواع الخمول وبيخليه يبقى عايز ينام. فضل الافتراض ده سائد لغايه ما جه ديكارت، وهو اول واحد قال انه سبب النوم او ان احنا بننام هو في الدماغ، مش في المعده. لغايه ما جه وباء الانفلونزا الاسبانيه، وجه سنه 1918. في عالم كان بيدرس اجسام الاشخاص اللي ماتوا بالانفلونزا الاسبانيه، ولقى ان الاشخاص اللي عندهم تضرر في الجزء الامامي من المهاد بتاع الدماغ دول كانوا بيعانوا من أرق شديد، ما بيقدروش يناموا. أما الأشخاص اللي الجزء الخلفي من المهاد عندهم هو اللي حصل له ضرر، كانوا بيعانوا إن هم يعني عايزين يناموا فترات أطول. فمن هنا اتأكدت فرضية إنه فعلا أجزاء معينة في الدماغ هي اللي مسؤولة عن النوم، وعن آلية النوم، وعن ليه بننام. لما اتطورت الامور شويه وبدات التكنولوجيا العلميه تتطور، في علماء حطوا اقطاب على الدماغ تقيس النشاط الكهربي للدماغ، فلاحظوا انه الانسان في حاله اليقظه دماغه بتصدر ترددات صغيره بطول موجي، وهو في حاله اليقظه بيصدر ترددات عالية بطول موج صغير، وهو في حالة النوم العكس، بيصدر ترددات بطيئة بطول موجي كبير. فعرفوا الفرق في كهربية المخ ما بين الشخص اللي في حالة اليقظة والشخص اللي في حالة النوم. السؤال برضو اللي بيطرح نفسه هو هل النوم أنواع؟ يعني عند الكائنات الحية النوم ده حالة واحدة اللي هو حالة فقدان الوعي وخفض الطاقة، ولا ليه أنواع؟ الدراسات بينت إن في نوعين من النوم. النوم الأول اسمه نوع حركة العين السريعة، والنوع الثاني اسمه حركة العين غير السريعة. الإنسان في نومه بيمر حوالي من 4 ل5 دورات، بيتغير حالته ما بين حالة النوم ذو حركة العين السريعة وحركة النوم في حركة العين غير السريعة. وتقريبا من كل من 90 ل 100 دقيقة بيتغير نمط النوم بتاعه حسب مدة النوم. الفرق ما بين نمطين النوم ده اللي هو حركة العين السريعة. النوم حركة العين السريعة، الموجات الكهربية اللي بيصدرها مخ الإنسان بتتطابق مع الموجات اللي بيصدرها شخص فايق وصاحي، ويمكن بيصدر ترددات أو موجات كهربية أكتر شوية. ودي هنعرف قدام شوية دي بتتنافى مع حقيقة إنه الإنسان بيوفر طاقة أثناء النوم، لأنهم لقوا في حالة نوم حركة العين السريعة إنه بيبقى فيه نشاط كهربي يمكن أعلى شوية من الشخص اللي في حالة اليقظة. وتقدر تقول على نوم حركة العين السريعة اللي هو نوم بالبلدي، اللي هو زي ما يكون الإنسان نايم صاحي، بيبقى فيه نشاط عقلي كبير
ويمكن المخ الباطن بيشتغل بقوة كبيرة في الحالة ديت، فبيبقى تقدر تقول إن نشاط كبير. وعشان كده بنقول على نوم حركة العين السريعة إن هو اسمه النوم المتناقض، اللي هم يعني زي ما بقول لك بنقول عليه بالبلدي نايم صاحي. لو أنت فضلت في الحالة دي بتحس لما تصحى من النوم تحس إن أنت ما نمتش كتير. ونوم حركة العين السريعة بيمثل نسبة حوالي 25% من فترة النوم. يعني ربع فترة النوم اللي أنت بتنامها بتبقى في حالة اللي هي نوم حركة العين السريعة أو اللي هو نايم صاحي. وفي حالة النوم ديت بتزداد حركة العين، بيحصل طبعا عشان مغمض عينك ومش في حالة وعي كامل، بيبقى عينك بتتحرك بسرعة ولقوا نشاط زايد في العضلات المسؤولة عن حركة العين. أما على العكس في نوم حركة العين السريعة اللي هو النوم اللي بنقول عليه النوم العميق، بتبقى حركة العين أبطأ وحركة العضلات المسؤولة عن تحريك العين بتبقى أبطأ وإيقاع النوم بيكون أعمق. أما بالنسبة للأحلام، الأحلام بتحصل في الحالتين، في حالة نوم حركة العين السريعة ونوم حركة العين غير السريعة. لكن الأحلام اللي بتحصل في حالة نوم حركة العين السريعة أو اللي هو الإنسان نايم صاحي ده بتبقى أحلام أطول، وبتبقى أحلام مركبة. يعني عارف أنت الحلم اللي هو بياخد معاك فترة طويلة، مش لحظة وبيروح، لأ كأنك عايش في حكاية. وكمان بتبقى إلى حد ما الأحلام غريبة. وبيعتقد إنه أغلب الأحلام بتكون في أو زي ما تقول إنه حركة النوم حركة العين غير السريعة اللي هو النوم العميق بتبقى الأحلام فيه قصيرة، يعني على ومضات ما تشعرش فيها. تقدر تقول إن أغلب الأحلام أو كثافتها بتكون أكتر في حالة نوم حركة العين السريعة أو النوم اللي هو مش عميق. أما بالنسبة ليه في أوقات إحنا بنبقى عايزين ننام فيها أوقات ما بنبقاش عايزين ننام فيها، اكتشفوا إن الجسم عنده ساعة بيولوجية مجموعة زي على هيئة مجموعة خلايا، كل خلية مسؤولة عن تنظيم ثانية معينة. مجموع الخلايا ده بيكون 24 ساعة، ده اللي بيكون الساعة البيولوجية لنا كبشر أو الكائنات الحية. الساعة البيولوجية دي مكانها في النواة في الدماغ، ومش بس بتتحكم في مواعيد النوم، كمان بتتحكم في افرازات الهرمونات ووظائف القلب والرئة، وكمان افراز الانسولين علشان انت محتاج حركة كتير ولا مش محتاج حركة كتير. فتقدر تقول ان الساعة البيولوجية للانسان بتنظم حاجات كتير، من اهمها اللي ليها علاقة بموضوعنا اللي هو النوم. ان انت مثلا لما ساعتك البيولوجية تبقى حاسب ان انت مثلا مستيقظ بقالك 16 ساعة، فبتحس ان انت عايز تنام. والساعة البيولوجية للإنسان دي تقدر تشوف تأثيرها، يعني أعمق تأثير لها لما تكون أنت مثلا موجود في بلد مثلا زي مصر، وسافرت منطقة جغرافية تانية على خط طول مختلف مثلا في أقصى الغرب زي الولايات المتحدة مثلا، فرق الساعة البيولوجية كتير. فأنت بتلاقي نفسك إن أنت بتاخد وقت عقبال ما تتعود على الساعة البيولوجية، فبتلاقي نفسك إن أنت مثلا عايز تنام بدري، لأنه الساعة البيولوجية بتاعتك بتقول إن هو ده وقت النوم، عدى عليك كام ساعة صاحي، فهو ده وقت النوم. وبرضه من الحاجات الحقيقية اللي كنا دايما بندور عليها إنه إحنا بنلاقي أشخاص عندهم حب أكتر إنهم يصحوا ويأدوا المهام بتاعتهم والواجبات بتاعتهم بالليل، وحتى بيبقوا أكثر تركيزا في وقت الليل. وفي أشخاص تانيين لأ، بيقوموا بالمهام بتاعتهم بيكون تركيزهم أكتر في النهار وبيحبوا يناموا بدري ويصحوا بدري. الفكرة ديت كانت الاعتقاد إن هو لأ بسبب نمط الحياة، لكن لقوا بعض الدراسات لقوا إنه دي حقيقة جينية، كل واحد في جيناته عنده تفضيل معين للنهار أو الليل، وإيه أكتر فترة بيبقى عنده نشاط فيها وقادر إن هو يبقى عنده تركيز كويس وقادر إن هو يقوم بالمهام بتاعته. فديت جزئية جينية للأسف ملناش تحكم فيها. في بعض الأشخاص
بيفضلوا النهار وبعض الأشخاص بيفضلوا الليل. وعلشان يأكدوا الموضوع ده عملوا تجربة بسيطة، جابوا مجموعة أشخاص وقعدوهم في مكان معين يعتكفوا لفترة، وبيدوهم ضوء، يعني ضوء لمدة 16 ساعة وظلام لمدة 8 ساعات، بحيث إن هو الظلام الساعة البيولوجية بتاعتهم تتظبط إن هو ال8 ساعات الظلام دول هم اللي بيناموا فيها. لقوا إنه حتى مع توحيد أوقات الظلام وأوقات النور، بقى في أشخاص، لا، أشخاص فعلا بيناموا من أول الظلام، يناموا ال8 ساعات بتاعتهم، وفي أشخاص تانيين بيسهروا في ساعات الظلام ويصحوا متأخر. فاكتشفوا فعلا إن ده تفضيل جيني، مش نمط حياة وبس يعني. الساعة البيولوجية للكائنات الحية بتتظبط مع الساعة البيئية عن طريق الضوء. يعني الساعة البيولوجية بتاعتك تعرفك إن ده وقت النوم اللي هو الليل عن طريق الضوء، ودي بيتم عن طريق إشارات بتتبعت من العين للمخ، تعرفه عن طريق يعني شدة الإضاءة بتعرف المخ والساعة البيولوجية إن خلاص ده وقت الليل وده وقت نهار. فوقت الليل تقدر تديك الطاقة، وقت النهار تقدر تديك الطاقة والنشاط عشان تقدر تقوم بالمهام بتاعتك، ووقت الليل تبقى تنام. الخلايا اللي مسؤولة عن استقبال الضوء وضبط الساعة البيولوجية اسمها الخلايا العقدية. في داخل الشبكية اسمها الخلايا العقدية، بتحتوي على صبغة حساسة للضوء. الصبغة دي اسمها ميلانوبيسين، والصبغة ديت وظيفتها إنها بتستقبل الضوء وبترسل إشارات حسب شدة الضوء للمخ وللساعة البيولوجية الموجودة في النواة زي ما قلنا في الدماغ، عشان تظبط الساعة البيولوجية بتاعتها. وفي بعض الناس بتتضرر عندهم الخلايا العقدية ديت، بسبب التضرر ده بيبقى عندهم اضطرابات في النوم، بالذات مرضى اللي بيبقى عندهم مياه زرقاء على العين، دول بيحصل لهم اضطرابات في النوم. الخلايا العقدية اللي هي في الشبكية دي اللي مسؤولة عن استقبال الضوء أو قياس شدة الضوء وإرساله للمخ، مش بس بتظبط الساعة البيولوجية، لا ده كمان بتتحكم في إفراز الميلاتونين لما تقل شدة الضوء وتعرف إن خلاص الظلام جه، بتبدأ تفرز الميلاتونين اللي بيعتقد، وده مش كلام يعتقد، وده مش كلام أكيد، إن الميلاتونين بيدخلك في حالة النوم، لكن هنعرف بعد كده إن هو مش كلام أكيد لأسباب معينة هنتكلم عنها. وكمان الخلايا العقدية دي بتمنع إفراز الميلاتونين خلال النهار عشان تحافظ على النشاط وما تحسش بنعاس أثناء النهار. أما بخصوص هرمون الميلاتونين، طبعا الهرمون الشهير واللي بيسموه هرمون دراكولا لأنه بيتفرز بس أثناء الظلام. والميلاتونين هرمون بيتفرز في الغدة الصنوبرية، وما بيتفرزش على هيئة ميلاتونين في مرة واحدة. الأول بيبقى على هيئة سيروتونين، والسيروتونين بيتحول ل ميلاتونين. وفي اعتقاد بيقول إنه في بعض الأجزاء في العين، في عين الكائنات الحية، بتفرز ميلاتونين بكميات بطيئة جامد علشان تظبط حاجة اسمها الوقت المحلي. وقت جسمك يبقى عارف إن جسمك فيه ساعة بيولوجية زي ما قلنا، بتفرز ميلاتونين بكمية بسيطة علشان تقدر تظبط الساعة المحلية لجسمك بشكل دقيق. الميلاتونين بتتغير النسب بتاعته داخل جسمك، هو بيبقى أعلى تركيز له حوالي الساعة 2 بالليل أو 2 صباحا، بيبقى أعلى تركيز له في اللعاب وفي الدم، وبيبدأ ينخفض معدل الميلاتونين وبيخرج مع البول حوالي الساعة 4 صباحا. والميلاتونين في مشكلة إن هو ما بيتخزنش، بيتفرز في الغدة الصنوبرية على الطلب، زي ما بنقول كده، إن هو بيتفرز بالطلب لما تيجي إشارات للساعة البيولوجية بتاعتك إن الظلام حل عن طريق الخلايا العقدية اللي قلنا اللي في الشبكية. يبدأ ساعتها يتفرز الميلاتونين على حسب الحاجة، لكن ما بيتخزنش زي هرمونات تانية ممكن تتغذى، ممكن تتفرز. الميلاتونين
ما بيتفرزش عند الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي، علشان كده الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي لحد ما بيعانوا من اضطرابات النوم. السبب اللي بقول لك عليه إنه مش مؤكد إن الميلاتونين ليه علاقة صريحة بالنوم أو علاقة مؤكدة، إنه كائنات نهارية زي البشر الميلاتونين بيتفرز عندهم بالليل فبيناموا، لكن كائنات ليلية زي الفئران مثلا اللي هي نشاطها بيزيد بالليل الميلاتونين برضه بيتفرز عندها بالليل، ومع ذلك بتكون عندها نشاط كبير لأن حياتها بتتمارس أكتر في الليل. وزي ما قلنا الميلاتونين ما بيتفرزش عند مرضى الشلل الرباعي، وكمان الاشخاص المكفوفين اللي اتضررت عندهم الخلايا العقديه اللي هي في الشبكيه، لان خد بالك ممكن يكون شخص مكفوف ما عندوش قدره على الرؤيه، لكن الخلايا العقديه اللي موجوده في الشبكيه شغاله بكفاءه كويسه، بتقدر تدي اشارات للساعه البيولوجيه، اشارات بكميه الضوء، فتقدر تظبط الساعه البيولوجيه بتاعته. لكن لو كانت اتضررت الخلايا العقديه ديت تبقى عنده اضطرابات في النوم، لانه الساعه البيولوجيه بتاعته مش شغاله بكفاءه. اما بخصوص حته ايه اللي بيحصل لنا لما نتحرم من النوم، بيعتقد او العلماء بياكدوا ان النوم ده مخزون يومي لازم تحصل عليه بشكل يومي. يعني انت جسمك مثلا مظبط نفسه ان هو بينام في اليوم 6 ساعات، هو دي بتختلف من شخص للتاني، المتوسط تقريبا حوالي 8 ساعات ونص للأشخاص الأصغر سنا، و7 ساعات ونص للأشخاص الأكبر سنا، لكن بتختلف حسب طبيعة الجسم بتاعك. فأنت لو المهم إن أنت مثلا لو جسمك بيكفيه 7 ساعات نوم لازم تحصل على الكمية دي كل يوم. وللأسف إن أنت لو في يوم ما نمتش الكمية بتاعتك لازم تعوضها، تفضل لو تراكمت عليك نقص النوم لفترات طويلة الإنتاج بتاعك هيقل بشكل كبير، وفي أعضاء في جسمك ممكن تتضرر بشكل سيء. وكمان الحرمان من النوم له تأثير كبير على إفراز بعض الهرمونات في الجسم، زي هرمون النمو اللي بيتفرز أثناء النوم. ولو أنت فضلت في حالة من حرمان النوم هرمون النمو ده بيتأثر إنتاجه بشكل كبير، وإحنا كلنا عارفين أهمية هرمون النمو لأي جسم من الأجسام. وكمان قلة النوم أو الحرمان من النوم بيزود معدل إفراز هرمون الغدة الدرقية، وده مضر بشكل كبير للجسم. السؤال برضو اللي هو اللي بيطرح نفسه هو هل كل الكائنات الحية بتنام؟ هل كل الكائنات الحية بتحتاج تنام؟ تقدر تقول إجابة شبه يقينية إن كل الكائنات الحية بتحتاج نوم، لكن أنماط النوم ما بينهم تختلف، مش لازم كلهم يبقوا زي البشر. حتى إنه المفاجأة الكائنات وحيدة الخلية، يعني كائن بسيط وحيد الخلية صغير بيحتاج برضه إن هو فترات من الاسترخاء أو تقدر تسميها النوم، لأنه زي ما قلنا أنماط النوم بتختلف من كائن للتاني. مبدئيا النوم مثلا عند فصيلة زي الثدييات اللي احنا منها كبشر، النوم عند الثدييات مشابه تماما لنوم البشر، الاستثناء الوحيد انه في بعض الثدييات البحرية زي الحيتان مثلا انها طورت وسيلة معينة ان هي تنام بنص دماغ بس، ان هو نص الدماغ يكون نايم ونص الدماغ يكون صاحي، ونص الجسم يكون صاحي ونص الجسم يكون نايم. وده بسبب بيعتقد دي وظيفة تطورية الهدف منها ان هو لازم يكون دايما في حالة سباحة دايما، لانه مش سمكة ممكن يغرق، ما يقدرش ان هو يواصل. اما بالنسبة للطيور، الطيور بتختلف شوية عن الثدييات. الطيور ما بتوصلش لحالة الشلل التامة اللي بتحصل عند زينا مثلا زي البشر، وبتدخل في دورات نوم بتتقلب ما بين دورات نوم حركة العين السريعة وحركة العين غير السريعة، بتتغير الدورة بتاعتها في مدة قصيرة أوي، تقدر تقول إنها 10 ثواني. ويمكن ده العلماء بيقولوا إنها برضه وظيفة تطورية علشان الطيور بتنام على الأشجار
ممكن تقع أو حاجة، فإلى حد ما دي بتنفع، أو نمط النوم ده مناسب معاها. أما بالنسبة للأسماك مفيش دليل واضح أو دراسات أكيدة تقدر تقول لك إن الأسماك أو كل أنواع الأسماك بتنام زي البشر، لكن لقوا بعض أنواع الأسماك بياخد فترات، كلهم بياخدوا فترات راحة، وأثناء فترات الراحة بيحاول يستخبى في أي مكان، وده دليل إن هو بيبقى في حالة من إيه، من الوعي الناقص، يعني وعيه مش كامل شبه الإنسان اللي بينام. السؤال برضو اللي هو الأخير والسؤال الأهم يمكن، هو إحنا ليه بننام؟ لأنه سؤال ليه بننام سؤال منطقي من ناحية تطورية. أنت عندك الإنسان اللي نايم ده ما بياكلش، وكمان عرضة للافتراس، إن هو لو إحنا فرضنا إن إحنا كبشر موجودين في بيئة فيها نمور وفهود وبتاع وخطوف وكلام من ده، أنت ما بتاكلش وأنت نايم، فإذا ما بتحصلش على مصدر طاقة جديد، وكمان أنت فاقد الحركة وفاقد التفكير، فهتبقى عرضة للمفترسات بشكل كبير. فمن هنا بيبان السؤال ليه كحاجة تطورية ليه بننام. يمكن الاعتقاد السائد بيقولوا والله النوم ده مش وظيفة في حد ذاته، ده هو كان أداة لحاجة تطورية وفقدت عبر الزمن، وفضل النوم ده عادة موجودة، زي بالظبط الزايدة الدودية، ما هي كانت لها وظيفة معينة في وقت من الأوقات احنا ممكن نعرفها او ما نعرفهاش، زي النوم تماما. ربما في وقت من الاوقات في العصور الاولى كان ليه وظيفة معينة احنا ما نعرفهاش دلوقتي، الوظيفة دي اختفت، لكن الآلية نفسها اللي هي آلية النوم ما اختفتش. وفي بعض النظريات بتقول والله، النظريات القديمة اللي هي مش مؤكدة قوي، بيقولوا إن النوم له وظيفة إن هو بيساعد في تجديد الخلايا. في برضه النظريات اللي بتقول الحفاظ على الطاقة، لكن الناس بتنتقد نظرية الحفاظ على الطاقة، لأن إحنا قلنا في أول الفيديو إنه الشخص مثلا اللي نايم في نوم حركة العين السريعة بيبقى عنده نشاط كهربائي في دماغه أعلى من الشخص اللي في حالة يقظة، فإذا بيستهلك طاقة أعلى من الشخص اللي في حالة يقظة. لكن لما تيجي تجمع فترات النوم ودورات النوم ما بين نوم حركة العين السريعة ونوم حركة العين غير السريعة، تقدر تقول إن النوم بيوفر من 80 ل 130 سعر حراري، ودي كمية قليلة جامد ما تستاهلش إن أنت تنام الفترة دي كلها عشان توفر الطاقة دي، غير مثلا الكائنات اللي بتدخل في حالة بيات شتوي بتوفر طاقة بشكل كبير، لكن بيتوقف عندها التنفس، بيتوقف عندها عمليات حيوية كتير. النظرية الأخيرة واللي برضه بتلاقي رواج لكن مش رواج كبير، ان هو يقول لك والله انه النوم بيساعد على معالجه الذاكره. يعني انت كميه المعلومات اللي انت بتحصل عليها خلال اليوم اثناء نومك، المعلومات دي بيتم معالجتها وتنتقل من الذاكره، يعني الذاكره الانيه للذاكره الدايمه، فبالتالي النوم بيساعد على التعلم ومعالجه الذاكره. لحد الان ما نقدرش تقول انه في نظريه اكيده عن ليه بالظبط الكائنات الحية بتنام، لكن كلها مجهودات وأبحاث. بشكر أي حد شاف الفيديو.